السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم اختي هذا الفيديو في احسن الاحوال. اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين اختي مع هذا الجو ديال البروده ما شاء الله وهاد الخيرات ديال سيدي ربي، والحمد لله على كل حال. توحشتكم اختي، وسمحوا لي الا كنغبر عليكم شويه، راكم عارفين خصني نوجد لكم الروتين اللي كندير داكشي ايطاب باغ ايطاب ويكون مقاد باش ينال الاعجاب ديالكم اختي وتزيدوا تشجعوني اكثر. ايوا اختي هذا ما كان المهم، هذا النهير هذا جيت كنشارك معاكم من الصباح حتى الليل. مهم وجدت معاكم داكشي اللي قديت عليه وهذا ومهم راكم غتبقاو مع الفيديو ان شاء الله حتى للتالي وغتشوفوا على عينيكم. اول حاجه اختي بديت بها هنا هي الفطور ديالي فقت الصباح. وجدت الفطير ديالي، كان عندي الملوي نص طيبه، راكم عارفين نص طيبه اختي كينفع منين تيكون عندك. مهم هادشي اللي بقى ليا جبدته طيبته فطرت به تبارك الله، واحد المسمن على حقه وطريقه، ماشي انا اللي مصايبه الوالده ديالي الله يخليها ليا. ايوا فطرت بها اختي وعمرت كويس ديال اتاي وحطينا اللي قسم الله باش نفطروا. ايوا الحمد لله على كل حال، الله يدومها لينا نعمه يا سيدي ربي علينا وعليكم. وهذا الشيء اللي كان اختي راني شاركته معكم في هذا الصباح. المهم اول حاجه بديت بها معكم هي الفطور ديالي، وديك الساعه يحن الله راكم مازال غتبقاو معايا في الفلوق حاجه بحاجه حتى نسالي الروتين ديالي. وهذا ما كان المهم. هنا اختي وجدت الفطور ديالي وساليت، وهنا كنوريكم المسمنات اللي طيبت، زعما راني قرملتهم جاو على حقهم وطريقهم، وشويه ديال الفخوماج، الشوكولات، زيت العود. واختي هذا هو الفطير، كنحط داكشي اللي كناكل واللي ما كنقدش ناكلو راه ما تنحطوش باش نتسمى راني غير كنعمر الطبله وصافي. المهم كنشارك معكم الروتين ديالي بلا شيكي بلا حتى شي حاجه اللي كاينه كنوريها لكم. ايوا اختي نتمنى حتى انا غير تقبلوا عليا وصافي. وهنا مهم راني كنقلب اختي اتاي ونقلب زعما الدكه على حقها وطريقها. ايوا هذا ما كان المهم، فطرت اختي على خاطري وتصنت الفطور ديالي عفوا. ايوا اختي هنايا مشينا خرجنا شويه، مشينا للمدينه ديال افران سويسرا. كنقول لك ما شاء الله واحد الثليجه وواحد الاجواء تبارك الله، وكانت بلان عامره. دابا الناس البرانيين حتى هما كيجيو وبغيو يشوفوا الثلج وهذا. مهم تبارك الله كانت في هذا النهير عامره، ما كاينش فين ترمي لي برا الدوز. مهم بلوكيا بالبشر، ولكن واحد الاجواء تبارك الله غزاله، وواحد المناظر فيها رائع، والثليجه زعما الثلج فيها تبارك الله طاح فيها الثلج بزاف. ايوا اختي هانتوما راكم كتشوفوا راني كنساليكم معايا شويه بشويه. المهم الطوموبيلات راه كيمشيو غير وحده بقوه ما مبلوكيا، كاين هذا البلوكاج في الطريق. ايوا المهم بنادم راه جاي يتسارى وجاي يفوج اللي كاينه. مهم راني شاركت معكم واحد الاجواء اختي اللي مازال ما جاش المدينه ديال افران غير يمشي ليها، غزاله تبارك الله فيها زعما ما يتشاف وما يدار في هذه الوقيته ديال الثلج. ايوا الحمد لله على هذا الخير هذا. وهنا يا اختي راني رجعت للدار صافي ارتاحيت كنوجد العشيوه ديالنا، واحد العشيوه ما شاء الله خفيفه ظريفه ولكن جات روعه. المذاق رائع غزال. صايبت معكم الكغاتان ديال لي باط والدجاج وصوص بلونش والبيشاميل. المهم راه وريتكم الطريقه اللي كندير فيه من الاول حتى للتالي، كيجي غزال الصراحه. المهم نتمنى تردوا اختي معايا البال شنو كندير وتجربوه، واجيو اختي ردوا عليا وقولوا لي كيفاش جاكم. المهم اول حاجه بديت بها شلت البصيله ديالي، درتها كتشحر خليتها بما هبطات شويه، من بعد عاد غادي نزيد عليها القوام الاخرى. المهم راكم غتبقاو مع الفيديو ديالي حتى للتالي. هنا درت واحد شويه ديال الزيت خليته يتشحر معاها باش تشحر فيها ديك البصيله ديالي تهبط شويه. ايوا صافي من بعد زدت عليها صدر ديال الدجاج مقطع. المهم لي عندكم بغيتو ديروا الكفته ديروها، بغيتو ديروا الدجاج الصدر ديال الدجاج ديروه. المهم انايا كتعجبني بالصدر ديال الدجاج، كتجيني احسن من هذا من الكفته ديال اللحم حيت كدير فيها داك اللوغو. واللي كيدير الكفته ديال الدجاج ولا ماشي مشكل، ما كتعطيش داك اللوغو مجهد. صافي هنا في الطريق درت وشويه ديال البزار وهذا والتحميره
ودرت ديك الثومه مطحونه كانت عندي واجده الصراحه، كتنفع ملي كتكون عندك، درتها حتى هي. وخليت البصيله ديالي تشحرات مزيان مزيان. مهم انا ما كنديرش داك الخرقوم، ما تيعجبنيش في هادشي ديال الحشوه لي باط ولا ما. يكفي ان ديك التحميره كتعطي اللوين، ما كتخليهش بيض. وكاين اللي كيبغيه بيض، ممكن ديروه تخليوه غير هكاك، حيت كديروه مع صوص بلونش وهذا كيجي زوين. المهم غير اللوين وصافي. وهنايا زدت اختي الزعتر، حتى هاد المكون ديال الزعتر الصراحه كيعطي اللوغو فن، كيعطيه بنين، كيبنن داك الدجاج. راكم عارفين المهم الزعتره فاش كديروها في الماكله كتعطي الصراحه المذاق غزال. وصافي هنايا كنت ديجا انايا سخنت الماء في السخان ديال الضو باش نديرو ديريكت في البرمه ديالي باش نسلق لي باط ديالي دغيا سربيني. ممكن راكم عارفين خلاص فاش كنسلقوا لي باط راه ضروري كنديروا شويه ديال المليحه وواحد القطره الزيت باش ما يتلصقوش لينا لي باط ديالنا. والقياس المهم كل واحد والقياس ديال اللي بغى يدير. وصافي انا درت شويه اللي غادي يكفيني ومنها باش ما يضيعش ليا وصافي. ايوا اختي هنايا مهم جيت باش نوجد معاكم البيشاميل اللي كان صايب. بيشاميل راه ما كاينش اللي ما كيعرفوش، غير كل واحد وكيفاش كيوجدو وصافي. اول حاجه درت الزبده الدب، درت الزبده ديال سونطرال باش تكون الجوده ديال المذاق ديال البيشاميل تكون بنينه تكون زوينه. ديك الزبده الاخرى ديال الطاسه سبحان الله كتعطي فيه شي لوغو في شكل ماشي بحال فاش كتكون نيت الزبده كتكون مزيانه. صافي اختي خليتها حتى دابت وزدت تقريبا 2 معالق عامرين ديال الفرص، خوتو مزيان مع ديك الزبيده. صافي وبديت كنزيد في الحليب شويه بشويه حتى خليته حتى اختار ليا على خاطر. مهم كتبقى تستمري بالتحريك باش يختار لك البيشاميل. ايوا اختي هادشي اللي كاين راني شاركته معكم في هاد لا فيديو. هنايا اختي بعد ما بدات البيشاميل ديالي كتوجد زدت فيها واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. واللي عنده اختي الكوزه بغى يحكا يديرها، انا ما عنديش الكوزه ما درتهاش. وهنايا مور ما وجدت ليا البيشاميل ديالي حاولت نكب ليها ديك صوص بلونش، عطات فيها واحد اللوغو خطير حيت تخلطوه بجوج جاو واحد اللوغو واعر صراحه. عطات فيه البنه، اللي بغى يزيد فيها الفخوماج محكوك يزيدوا فيها. المهم اي حاجه بحال هكا راه كتعطي البنه والتعليكه في الماكله. وهادشي اللي كندير اختي فيه الزعتره. هاد الزعتره انا اصلا ديجا شارياها بلديه منقيه على حقها وطريقها غزاله. زدتها حتى هي في البيشاميل كتعطي فيه لوغو واعر. المهم انا درت في الدجاج شويه ديال الزعتر وفي البيشاميل شويه ديال الزعتر حيت كيطيبوا راه كيجيو واحد المذاق فن. المهم هنا اختي وجدت الطبق ديالي وغادي نبقى نبريزونطي فيه نقاد فيه. اول حاجه كنبدا فيها في المول ديالي. مهم كل واحد والمول اللي يدير. مهم غير شوفوا المول شي شويه يكون غارق باش يهز لكم الطبقات باش يجي هو هذاك. انا هذا راه درته ومع ذلك جاني قصور شي شويه من الجناب ما ساعدنيش بزاف، غير بديت كندكس فيه ولكن في الاخير جا زوين. كنت حيت باغا ندير الكونتيتي كتر ولكن المهم هادشي اللي هز ليا هاد المول هو اللي لقيت عندي. درت اول حاجه كبيت شويه البيشاميل في المول، من بعد درت نص الكميه ديال لي باط وكبيت عليها شويه عاود البيشاميل غير باش نمرقها شويه باش ما تجيش ناشفه. وعاود رميت عليها داك الدجاج اللي طيبت من قبل وبديت صافي كنستف فيه. المهم كنحاول نوزعوه في المول ديالي كامل باش يجي مفرق في كل جهه ما يجيش لداخل عامر والجناب خاويين. ايوا اختي المهم هذا ما كانوا وزدت عليه عاود زدت عليه شويه د البيشاميل من الفوق. ضروري ديروا هاد المرحله باش كيجي داك الدجاج مع داك لي باط كيجي فيهم التعليكه وكيجيو مرقين ما يجيوكش ناشفين من الداخل. وهذا اختي ما كان. المهم هاد الطبق غير جربوه على حسابي. انا دائما نهار كنتشهى لي باط بالدجاج وبهاد البيشاميل وبهاد الطريقه هذه اختي هي الطريقه عندي المعتمده في هاد الطبق. خطير كيجي زعما واعر واعر بنين. ومن بعد صافي اختي هنايا الطبقه التاليه اللي كندير هي لي باط كنزيدها من الفوق. وحاولت المهم دكس كما قلت لكم راه غتشوفوا المول ديالي
عمرت لاباط من الفوق، ولكن ما عندي ما ندير المول، عندي قصير من الجناب وهذا سميتو. ايوا اختي هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. المهم شاركتو معكم، وهذا هو الروتين ديالي ديال هاد النهير. غير قبلوا على اختكم وزيدوا شجعوها اكثر، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش بلي لايك او بلي كومونتير ديالكم. ايوا اختي وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم ولي كومونتير اختي ديالكم الغزالين، راهم كيفرحوني. كنشوف فاش كتكتبوا ليا، كنتمنى تزيدوا تكتبوا ليا شي حاجه اختي واعره 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 ولا لا يخطيكم عليا الحبانات الغزالات ديالي. ايوا صافي اختي هنايا المهم بقيت ديت الطبق ديالي وزدت ليه من الفوق البيشاميل، داكشي اللي بقى ليا كامل البيشاميل كبيته من الفوق، ومن بعد غادي نغطيه بالفرماج. ايوا ما نقولش لكم جات واحد التعليكه واحد البنه دمار دمار دمار. زعما داك العشيوه تعشينا بها دايزه على القلب. راكم عارفين اختي فاش كيكون الجو بارد كيجيك الهمري ديال الجوع، كتبغي غير تاكلي. سبحان الله الجو ديال البرد كيجيب لك غير الجوع، كتبغي غير ما طيبي ما تاكلي. ايوا الحمد لله عليها نعمه يا ربي. ايوا اختي كما قلت لكم انايا نستعمل الفرماج الاحمر ديال التاج، هو اللي كيعجبني احسن من الاخر. المهم الفرق ديال بين الحمر العادي والتاج فرق كبير الصراحه. كناخدو انايا غابي مقاد من مرجان. ايوا صافي ومهم عمرتها فرماج يا اختي من الفوق باش تجي معلكه، تجي كتجبد. وهذا ديال التاج سبحان الله فيه واحد المذاق بنين، واللي عنده حتى الاخر موتزاريلا يخلطهم جوج. مهم انا كانت واجده عندي غير هذا، هو درتو كافي الصراحه جا غزال. ومن الفوق اختي عاود درت ليها شويه ديال الزعتره باش تجيني بنينه في الماكله. ايوا هذا اختي هو الطبق ديالي كما تنقولوا. غادي ندخلو دابا اختي للفران يتجمر ويتحمر ويتعلك. ايوا من بعد ديك الساعه راكم غادي تشوفوا كما تنقولوا النتيجه النهائيه. ايوا هاد الطبق اختي ديالي هنا وجد، خليته حتى كما كنقولوا تكغاتينا مزيان. ايوا جا ما نقول لكم الشهوه منه. المهم راه الشكل ديالو اختي داوي على راسو كما تنقولوا. ايوا اختي مرحبا بك زيدي تاكلي. المهم انا راه فيما تنطيب شي حاجه تنقول لكم مرحبا بكم، كنعرض عليكم لا يخطيكم عليا وصافي. وهنايا كنحاول نقطعها معاكم واحد الطريف باش تشوفوا ديك التعليكه كيفاش كتجي من الداخل، كتجي خطيره. المهم هنا راه بغيت نهز باش نوريكم، خفت نمشي نهزو تقلب ليا، قلت بالك نمشي نجيب واحد الطوسيط ويعاود قلت بالك نهزو غير هكا بشويه باش يشوفوا. ايوا المهم بقيت حيره غير مع هاد الشيء وصافي. المهم راه التعليكه راه باينه، شوفوا ضربوا لي على الداخل كيفاش جاي مرق بديك البيشاميل جاي معلك. المهم المذاق ما نقولش لكم روعه، ما نحتاجش نشكر هاد الطبق الصراحه، راه كلشي كيكون باين. وهذا اختي لا فيديو ديالي، وحتى لهنا غادي نقول لكم باي باي مع السلامه الى الفيديو الجاي ان شاء الله.